جربت قبل كده لحمه الديناصور؟ تضحك على ايه؟ انت جربتها اوريدي. ما هقول لك، اصل احنا اتغفلنا كلنا. ما انا كنت فاكر زيك ان الديناصور انقرض. بس عذرا يا نجم، انت طلعت بتاكل لحمه ديناصور وكل يوم. يا عم انت هتجنني ازاي؟ وبعدين اصلا مين يعرف يقتل الديناصور عشان ياكل لحمته؟ اصبر عليا بس وانا هقول لك. من زمان 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 كان في فصيله اسمها الاركيوسور. الفصيله دي مع الزمن اتفرع منها 3 فروع. اول فرع هو الديناصورز اللي احنا نعرفها، تاني فرع اللي هو التماسيح، تالت فرع اللي هو حاجه اسمها التيروسور. هنعتبر دول انهم ابناء للفصيله الام اللي هي الاركيوسور. لو قلنا ان الديناصورات انقرضت خالص، اذا يتبقى فصيلتين اللي هما التماسيح والتيروسور. فصيله التماسيح فضلت زي ما هي بنفس الاشكال والالوان، لكن فصيله التيروسور فضلت تتطور وتتغير وتتطور لحد ما وصلت للشكل الحالي اللي هو المودرن بيردز. واللي اكبر مثال ليهم الفرخه. واه، الفرخه! ايوه الفرخه بتاعتنا، الفرخه. يعني بما ان الاركيوسور يبقى ابو التيروسور والتيروسور يبقى ابو الفرخه، اذا الفرخه حفيده الاركيوسور، يبقى اذا الفرخه بنت عم التمساح، يبقى اذا الفرخه بنت عم الديناصور. وفي تلك الحالة بنستخدم مثل شعبي مصري أصيل، وهو اللي خلف ما ماتش. عارف بقى المشكلة مش في كده. تفتكر بقى ممكن الفرخة تتطور وتتحور وتتغير تاني لحد ما تبقى ديناصور تاني؟ ساعتها بقى هتعرف تاخد حقها منك عشان تبقى تذبحها كويس. وخليك فاكر ان مفيش احسن من العلوم في شارع العلوم.